السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي اولى اعدادي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم مس ياسمين حامد. النهارده جايين ندردش في شوية حاجات في الرياضة، وفي درس كده لوحدة تانية. الدرس الأخير اللي هو قسمة المقادير الجبرية عامل مشكلة لبعض الناس، رغم انه درس سهل جدا. طيب انا جايبه لكم 3 مسائل والتلاتة لامين الدرس كله. طيب ركز معايا يلا كده، وبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. القسمة عايزين نقسم مقدار جبري على مقدار جبري. اول حاجة انا ده مقدار جبري مكون من كام حد؟ حد 2 3 مكون من 3 حدود. طب ده يا مس ده مقدار جبري مكون من حدين. طيب بقسم ازاي؟ اول حاجة بكتب المقسوم عليه تحت، بعمل كرسي بكتب المقسوم عليه تحت والمقسوم هنا. وخلي بالي ان لازم يكون وانا بنقل المقسوم عليه او المقسوم يعني كان ده او ده، ولكن المقسوم لما جنقله لازم يكون مترتب. لازم يكون ايه؟ مترتب. يعني ايه مترتب؟ يعني لو بدأت باكس تربيع يكون اكس تربيع بعدها اكس بعدها الرقم، او لو بدأت باكس تبقى اكس بعدها الرقم. ما ينفعش الرقم قبل الاكس، ما ينفعش اكس تكعيب وبعدها اكس اس 4 وبعدها اكس اس 2، لا كده مش مترتبه. يبقى الترتيب بتاعي اكس تربيع اكس الرقم اكس تكعيب اكس تربيع اكس الرقم وهكذا. طيب اول مثال معانا كده، هل ده مترتب؟ يا مس مترتب. طيب اعمل ايه؟ بكتب هنا المقسوم اهو، اكس تربيع زائد اكس ناقص 12. ده المقسوم، يبقى انا بنقل المقسوم ده بنقله هنا اهو. وبعدين بكتب هنا المقسوم عليه اكس زائد 4. وانا بكتب هنا المقسوم وبكتب هنا المقسوم عليه. طيب يلا بينا كده. عندي خطوات ثابته ما بتتغيرش. ايه هي خطوات الثابته دي؟ اول حاجه عندي اسمه، وبعد الاسم ضرب، وبعد الضرب طرح، وبعد الطرح هنزل رقم وبعدين اعيد تاني اسمه ضرب طرح نزل رقم عيد تاني، اسمه ضرب طرح نزل رقم عيد تاني. طيب اول حاجه كده الاسم. ايه الاسم؟ بقسم الاول على الاول، الاول على الاول فقط. يعني بقول اكس تربيع على اكس. طيب اكس تربيع على اكس، فاكرين لما كنا بناخد اول درس في الوحده لما اقول لك اكس تربيع على اكس؟ في حاله القسمه حاجه زي حاجه بثبت الاساس واطرح الاسس. يا مس ملوش اس ده، قلنا اي حاجه ملهاش اس اسها بواحد. طيب اكس تربيع على اكس اس واحد، اثبت الاساس انزل اكس واطرح الاسس. 2 ناقص واحد واحد. واي حاجه اس واحد ما بكتبهاش. يعني اكس اس 2 على اكس باكس يا مس. طيب وبعد القسمة ضرب، بضرب مين؟ بضرب اللي انا جبته في كل اللي هنا. طيب اكس في اكس نفس الكلام، اخدت ان انا في حالة الضرب بجمع الاس. ده ملوش اس وده ملوش اس، ده اس واحد اس واحد. هنزل الاساس زي ما هو، واحد وواحد 2. يعني اكس في اكس باكس تربيع. نفس الكلام هنا اكس في اكس اكس اس 2. طيب وبعدين اضرب اكس في 4. اكس في 4 ب4 اكس. جبناها منين؟ هنا معامل واحد، هنا 4. واحد في 4 ب4. طب هنا اكس، هنا مفيش رمز تنزل زي ما هي اكس. بضرب الرقم في الرقم ورمز في الرمز. طيب وبعدين بطرح. يعني ايه اطرح؟ كلمة اطرح في ضرب المقادير الجبرية يعني اغير اشارات كل اللي تحت. ده موجب يا مس، اخليه سالب. ده موجب يا مس، اخليه سالب. وبعدين لازم الاول يروح مع الاول اهو، ده واحد موجب يروح مع السالب. طيب وبعدين اجمع، مش ده اكس بالموجب، وهنا خلي بالك دي موجب ماليش دعوه بيها، انا ليا الاشاره الجديده اللي هي في الدايره دي. يبقى ده اكس بالموجب وده سالب 4 اكس. اكس سالب 4 اكس سالب 3 اكس. حاله ده سالب وده موجب، باخد اشاره الكبير واطرح. طيب وبعدين نزل رقم مين عليه الدور؟ انزل يا سالب 12. وبعدين اعيد تاني. يعني ايه؟ يعني ارجع اقسم وبعدين اضرب وبعدين اطرح وانزل رقم. يلا بينا. بقسم مين مع مين يا مس؟ الاول على الاول. سالب 3 اكس على اكس، سالب 3 على واحد بسالب 3. اكس على اكس اي حاجة على نفسها بواحد تروح يعني. طيب بعد القسمة بضرب مين؟ اللي انا جبته بس في كل اللي هنا. يعني بضرب سالب 3 في اكس، سالب 3 في اكس بسالب 3 اكس. سالب 3 في موجب 4، سالب في موجب ينزل سالب. 3 في 4 ب12. وبعدين اطرح. يعني ايه اطرح؟ اغير اشارات كل اللي تحت. ده سالب احوله موجب، ده سالب احوله موجب. هلاقي ان واحد سالب يروح مع واحد موجب،
وواحد سالب يروح مع واحد موجب. الله يا مس صفرت يبقى خلاص خلصنا. طب فين الناتج بقى؟ الناتج اللي فوق ده اللي هو مين؟ يبقى الناتج، مين الناتج؟ اكس ناقص 3. صعب الكلام؟ لا والله سهل جدا. طيب يلا بينا نشوف المثال التاني. ايه ده؟ 12 ناقص 5 اكس تربيع زائد 6 اكس تكعيب ناقص 14 اكس. مترتبة؟ لا والله مش مترتبة. قلنا يا سنة أولى مش مترتبة أرتبها. يلا بينا. مين أكبر حاجة هنا؟ إكس أس 3، يبقى أخدها، يبقى 6 إكس أس 3. مين بعدها؟ 5 إكس أس 2. أقول لك غلط، اسمها سالب 5 إكس أس 2، كل واحد بإشارته. مين بعدها؟ إكس، يبقى سالب 14 إكس، كل واحد بإشارته. وبعدين مين؟ ال 12 موجب، أنزلها موجب زي ما هي. يبقى انا اخدت الترتيب وكل واحد باشارته. الموجب زي ما هو موجب والسالب زي ما هو سالب. طيب مين ينزل هنا؟ والله بحط اللي هنا، بحط المقسوم عليه اللي هو 2 اكس ناقص 3. طيب وبعدين خطواتنا ثابته، اسمها ضرب طرح، نزل رقم وعيد تاني. يلا بينا بسم الله. يلا بينا نقسم. بقسم مين يا مس؟ الاول على الاول، واحده واحده. 6 اكس اس 3 على 2 اكس، 6 على 2 فيها 3. اكس اس 3 على اكس فعلت، يبقى احنا قلنا 6 اكس اس 3 على 2 اكس، 6 على الاتنين فيها 3. اكس اس 3 على اكس، اكس اس 2. وبعد الاسم ضرب، بضرب مين؟ اللي انا جبته في اللي هنا. 3 في 2 ب6، اكس اس 2 في اكس، اكس اس 3. وبعدين 3 في سالب 3، موجب في سالب ينزل سالب. 3 في 3 ب9، اكس اس 2 مفيش، ينزل زي ما هي اكس اس 2. وبعدين يا مس بعد الضرب طرح. يعني ايه طرح؟ اغير اشارات كل اللي عندي. تحت هنا موجب خليه سالب، هنا سالب خليه موجب. لازم الاول واحد موجب يروح مع واحد سالب. طيب بقى عندي مين؟ اجمع بقى. هنا سالب 5 اكس اس 2 وموجب 9 اكس اس 2. قلنا هنا باخد اشارة الكبير، التسعة هي الكبيرة يبقى موجب، واطرح 9 ناقص 5 4، تبقى 4 اكس اس 2. محدش يجمع لي الاسس بتاعت الاكس، احنا الاكس تفضل زي ما هي، يعني كان اس 2 او اس 3 ما بتفرقش. انا بجمع مين؟ بجمع المعاملات فقط. طيب وبعدين انزل كل اللي عندي. يلا في هنا مين؟ سالب 14 اكس موجب 12، هي كمان ايه؟ تنزل. وبعدين برجع اعيد تاني. اعيد ايه؟ اسمه ضرب طرح نزل رقم. هقسم الاول على الاول. 4 اكس تربيع على 2 اكس، 4 على 2 فيها الاتنين. اكس تربيع على اكس قلنا باكس. بعد الاسمه ضرب، بضرب اللي انا جبته في كل اللي هنا. 2 اكس في 2 اكس، 2 في 2 ب4، اكس في اكس باكس تربيع. 2 اكس في 3 موجب في سالب ينزل سالب. 2 في 3، 2 في 3 ب6. اكس مفيش، تنزل زي ما هي اكس. وبعدين اطرح. يعني ايه اطرح؟ اغير اشارات كل اللي تحت. ده موجب اخليه سالب، ده سالب اخليه موجب. لازم واحد مع موجب يروح مع واحد سالب، لازم الاول يروح مع الاول. وبعدين اجمع. سالب 14 اكس موجب 6 اكس، سالب 14 موجب 6 سالب 14 ناقص 6 8 اكس. انزل اللي عندي يلا موجب 12. وبعدين اعيد تاني. يلا هقسم الاول على الاول. سالب 8 على 2، سالب على موجب ينزل سالب. 8 على 2 فيها ال4، اكس على الاكس تروح. طيب بعد القسمة ضرب، بضرب اللي انا جبته في اللي هنا. سالب 4 في 2 اكس، سالب 8 اكس. سالب 4 في سالب 3، سالب في سالب يتحول موجب. 3 في 4 ب12. يلا بينا. هعمل ايه؟ هطرح. يعني ايه اطرح؟ اغير اشارات كل اللي تحت. سالب موجب سالب موجب، قصدي اخليه سالب. ده يروح مع ده، ده يروح مع ده، صفر صفر. الناتج كل اللي فوق. الناتج فين؟ 3 اكس تربيع زائد 2 اكس ناقص 4. افكرك يا سنة اولى كمان ان انا لما كنت بقولك مثلا 6 على 3 تقولي فيها 2. طيب لو انا عايزه التلاتة دي، لو انا عايزه قصدي الستة دي، كنت بعمل ايه؟ كنت هقول لك كام على التلاتة ب2، كنت هتقولي 6. جبتها منين؟ ضربت مين في مين؟ المقسوم عليه في خارج القسم. نفس الكلام هنا. لو عايز اتاكد ان حل صح، بضرب اللي انا جبته اللي هو اسمه الناتج او خارج القسمه في المقسوم عليه ده،
ولو ضربت ده في ده لازم يديني ده. تمام ماشي. اخر مسألة واهم مسألة. طيب يلا يا ميس نحل. مش هنا اكس اس 3 وبعدها اكس، في حاجة ناقصة. مين اكس تربيع يا ميس، صح ولا ايه؟ يبقى انا عندي اكس تربيع ناقصة. طيب طالما اكس تربيع ناقصة او في اي حاجة ناقصة لازم اسيب لها مكان. لازم اسيب لها ايه؟ مكان. ليه اسيب لها مكان؟ عشان هتظهر معايا. طيب يلا رتب. اكس تكعيب زي ما هي محدش لمسها اهي، وبعدين في اكس تربيع اسيب لها مكان، وبعدين في اكس عندي، وبعدين في عندي 10، وبعدين المقسوم عليه احطه هنا اهو. وبعدين خطواتي سهلة، اسمها ضرب طرح نزل رقم. طيب ليه سيبنا مكان؟ عشان هتظهر معايا دلوقتي. يلا بينا نشوف. بقسم الاول على الاول. اكس اس 3 على اكس، اكس اس 2 بعد القسمة ضرب اللي انا جبته في كل اللي هنا. اكس اس 2 في اكس، اكس اس 3، اكس اس 2 في 2 موجب 2 اكس تربيع. الله ظهرت يا مس، صح؟ صح. طيب بعد ضرب طرح. يعني ايه طرح؟ اغير اشارات كل اللي تحت. ده موجب اخليه سالب، ده موجب اخليه سالب، لازم ده يروح مع ده. طيب وبعدين ما عنديش حاجة وهنا سالب 2 اكس اس 2 انزلها سالب 2 اكس اس 2. نزل اللي عندي يلا. موجب اكس موجب 10. اكمل عادي، بقسم الاول على الاول. سالب 2 اكس اس 2 على اكس سالب 2 اكس، وبعد القسمة ضرب سالب 2 في موجب 1 سالب 2 اكس في اكس، اكس اس 2، وبعدين سالب 2 في 2 سالب في موجب ينزل سالب 2 في 2 ب4 اكس، مفيش ينزل زي ما هي اكس. طيب وبعدين اطرح. هنا سالب اخليه موجب، هنا سالب اخليه موجب، لازم الاول يروح مع الاول. كمل يلا. هنا موجب اكس وموجب 4 اكس، موجب اكس وموجب 4 اكس موجب 5 اكس. طيب هنا موجب 10 تنزل زي ما هي. وبعدين يا مس اعيد تاني، هقسم الاول على الاول. 5 اكس على اكس، 5 على 1 ب5، اكس على اكس تروح يعني 5. بعد القسمة ضرب، بضرب اللي انا جبته في كل اللي هنا. 5 في اكس 5 اكس، 5 في 2 ب10 يا مس. طيب خلاص، قلبك يرتاح لما يلاقي اللي فوق زي اللي تحت دايما. طيب ده يمس موجب اخلي سالب، ده يمس موجب اخلي سالب، ده يروح مع ده تصفر. فين الناتج بقى؟ كل اللي فوق اللي هو اكس تربيع ناقص 2 اكس زائد 5، ده الناتج. وانتظرونا في فيديوهات تانية. كل سنة وانتم طيبين يا سنة أولى.